السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل عام وحضراتكم بألف صحة وسلامة يا رب، ونعاد علينا وعليكم الأيام بخير. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. النهاردة كده يا حبايبي هنعمل فول المدمس بتاعنا بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وإن شاء الله يعجبكم جدا. طبعا معانا هنا كيلو فول كنت نقعاه قبلها ب8 ساعات. وكل شوية كده اغيرله المية بتاعته طبعا عشان الغازات وكده. ومعايا كمان ربع كيلو فول مدشوش، وكمان معايا ربع كيلو عدس. طبعا معاهم برضو غسلهم كويس جدا عشان هما دي كلها من البقوليات، فاحنا طبعا عارفين البقوليات دي بتعمل ايه يعني. هنا مرضتش اصفي الفول لوحده، حبيت ان انا اعمله قدامكم كده بحيث ان انتوا تشوفوا معايا المية رايقة ازاي ونضيفة جدا. هنعمل الفول بطريقة سهلة وبسيطة جدا، بس ما تنسوش قبل ما ندخل على الطريقة نسمي الله ونصلي على الرسول كده ونقول كده ايه. هنحط معانا الفول كده على الوش. طبعا تقدري تعملي لو عندك دماسة. انا الدماسة اللي عندي بصراحة صغيرة، فانا عايزة اعمل كمية وكده عشان تكفيني رمضان. وكمان معايا هنا مش هقلب الحاجة ببعضها، انا هسيب المكونات دي على الوش كده بحيث ان انا لما الفول يجي يستوي يكون كله استوى في وقت واحد، مش اللي تحت، مش العدس والفول المدشوش استووا الاول. هسويهم كويس كده واجيب معايا مية، يفضل تكون مغلية علشان خاطر تسرع معايا عملية الغليان بس، لكن عادي لو هي مية من الحنفية مفيش اي مشكلة. بشكركم جدا على تعليقاتكم وكومنتاتكم الجميلة اللي انا بقراها على طول. بجد بتفرح قلبي، ربنا يفرح قلوبكم جميعا يا رب. لو في اي حاجة في الفيديو مش واضحة ولا كده ابعتولي بس في الكومنتات وانا هرد عليكم يعني. هنا حبايبي بوريكم كده انا هحطها اول 10 دقايق كده على ما تاخد غليان. وهنا كمان عايزه اشيل الريم اللي على الوش ده عشان ما يغيرش معايا الفول. انا هشيله كل هتخلص من كل الريم ده، لان طبعا ده كلها غازات ومش كويسه، وبعد كده بتغير لي لون الفول لما بيجي يبرد كده وينعنوه عشان ايه نفرزوه. كل ما يظهر ريم كده هشيله بالمعلقه. الفيديو بصراحة بيتكلم عن نفسه، فأنا بتمنى يا رب يكون بتستفادوا من كل الفيديوهات اللي أنا بعملها كده، وبتكون عند حسن ظن حضراتكم يا رب. هنتخلص من كل الريم الموجود بحيث ان احنا يبقى الفول عندنا كده مفيهوش اي حاجة، ويكون كهرمان كده ولونه جميل. ودلوقتي هتشوفوا اللون معايا اللي انتوا شفتوه باول الفيديو. ومعانا كده تركتين هنوريها لكم دلوقتي واحنا ايه مع بعض. هنا حبايبي الفول طبعا انا وطيت عليه اول ما خد غلوه، سبته براحته خالص، خد له ساعه ونص تقريبا او ساعتين، لان الفول اللي معايا طياب. معايا هنا معلقه بابريكا عاديه مش مدخنه، اللي هي العاديه، ما تقلقوش ما بتغيرش من طعم الفول، لكن بتديله شكل تحفه اللي انتوا بتشوفوه كده مع بتاع الفول. وكمان معايا ليمونه كده هتخليه جميل ومش هيغير لونه، وهيخلوه باللون الكهرمان اللي انتوا شايفينه ده. هاكل اخر كيس بنفس اللون، قسما بالله تحفه. جربوه بطريقتي وهيعجبكم جدا. انا معتمده الطريقه دي من سنين وبعملهاش الا بالطريقه دي. كده هوريكم معايا، هو لسه طبعا عايز شويه كمان، فانا الفول مش عايز ان هو كل شويه ينكشف عليه. وكمان علشان خاطر لو الحله بتفور كده من الغليان، عايزاكم تضغطوها بحاجه تكون تقيله زي ما انا عملت. انا حطيت كده حله فيها شويه ميه كده عليها، او اي حاجه تكون تخلي الحله تحبك، تبقى حبكه كده، عشان الفول مش عايز ينكشف خالص. ودي من اسرار الفول عشان يطلع معاكم باللون الجميل ده. كمان معايا كمان هنا معلقه نشا كبيره، هعملها كده وهدوبها بشويه ميه فاترين كده، ودي بقى اللي هتربط لي الفول. طبعا هو الفول مش محتاج اصلا، بس انا بحب اعمل التركايه دي، بتخلي الفول بألف هنا والشفا للي هيعمله بطريقتي، بيتخليه تحفة. انا بجد
عايزاكم تجربوها وتكتبوا له كده في الكومنتات. شوفوا اللون، شوفوا اللون بيتكلم عن نفسه، والله العظيم حاجه كده تستاهل بقكم. ما شاء الله حاجه جميله، اللهم بارك. طبعا ركي ما احط له اول ما احط النشا يدوبك هخليه ياخد غلوه مع بعضه كده، وهطفي عليه اسيبه يبرد بقى. بس انا عايزه الاول اعمل معاكم اختبار كده بالفول، واوريكم شكله وجماله ولونه الكهرمان اللي انتوا شايفينه التحفه ده. شايفين اللون؟ يعني بصراحه طبق فول هتتسحروا وهتفطروا بيهم كده، يكون حرش كده وتحفه، يعني حاجه كده تستاهل بقكم الاخر. هنا حبايبي خلاص عملت الكميه معايا وضربته كده في الخلاط، بحيث ان